صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس ديزاين. انا عارفه باللي راني نغيب بزاف، ولكن صدقوني لو كان ما يكونش فيديو اللي يكون مفيد، تعرفوا ان قناتي غير ربحيه. لو كان ما يكونش الفيديو مفيد ونتقاسموا مع بعض الفائده، ما نجيش نحط هكذا فيديو. وزيد بزياده كاين العطله، الوغ نبروفيتو لوكازيون نكونوا مع العائله بوكو بليس. اليوم كنت نزلت في السيت وفي الانستغرام وصفات نتاع بطاطا هكذا في الفريتاز هديه، يعني في الفريتاز الكتريك اللي بدون زيوت. وقلت لي كامل كان لي كومونتير ديالكم التنظيف ديالها. اليوم قلت لكم راح نتقسم معكم كيفاش راح ننظفها. هي جينيرالمون تكون بلا زيت، ولكن انا نستعملها لعده استعمالات. كيما دوكا راني مستعملتها نشوي فيها الطرشيط، نشوي فيها الفلفل الحلو، الفلفل الحار. وهدايا يعني نكون مجبوره اني نمسح عليه هكذا بالبانسو مسحه خفيفه، ولا نرش عليه شويه نتاع الزيت ولا زيت الزيتون هكذا باش يتشوى لي مليح. انا هنا دائما ننصحكم انكم ما تستعملوش، يعني على حسب انا واش نستعمل. ما نستعملش جامي منظفات اللي تنحي لي لا ماتيير نتاع الفريتاز، يعني تقشرها، كيما الجافيل، كيما يعني المبيض، كيما لي ديتاش لي ديكابور، كيما فورس اكسبريس ديكابور. هادو كامل مؤذيين لهاد الفريتاز. انا الشيء اللي نستعمله انا واللي يعني صبت عليه نتائج رائعه صافي هكذا واحد الاناني، واللي هو جل غسيل الاواني تاع غساله الاواني. يعني ماشي الايزيس اللي نغسلوا به الماعن هكذا بيدنا بالشتاء، نو، يعني على الايزيس اللي نغسلوا به الاواني. هذاك لو جيل هذاك تاع غسيل الاواني في اله في الاله وبيا في الماشينه فيسيل، هذاك لو ليكيد ماشي الكابسول، لو ليكيد هذاك رائع جدا. انا هنايا وضعت قيس الماء، قيس مغطى لي هذيك الشبكه. من بعد خديت قيس معلقه من جيل نيطوايون بيان جيل الفيسيل، وضعتها في هاد الاخر. وهنايا حاولت اني لو طون يكون 15 يكون 10 دقائق على درجه حراره 120 درجه كما راهي موضحه في لا فيديو. بعد ما خليتها هنايا جوست بهاد الشيته هذه انا لي بروميي اللي خداو لي فريتوز بهاد لا مارك المون كانوا عطاونا هذيك الشيته معاهم. من بعد ما قعدوش يمدوها، ما باليش واعلاش، مي في الديبي كانوا يعطونا هذه معاهم هاد لا بروس ديالو. الوغ هذه انا راكم تشوفوا دوك العوينات هذوك جوست بهاد لا بروس هذه راح نحي هذاك الليدام كامل، راح نحي بيان اللي بقى كامل تاع الليدام، راح نشوفوا راح تنحيهولي كامل. انايا دائما نستعملها لعده استعمالات، دوك نقسمهم معكم، خصوصا الوجبات الصباح نستعملها بالبزاف. تكون بدون زيوت ولكن ولا اكثر، يعني تكون بزيت الزيتون، ولكن لما نشوي عليها حاجه مثلا الفلفل الحار والفلفل الحلو هنا نستعمل الزيت. سي بور سا يبقى لا تخاص وبيا يبقى الاثر تاع الزيت فيها. شوفوا كيفاش نطفتها لي جوست بهذاك لو جيل وجوست بهاد لا بروس، تنحي كامل 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 تنحي. شوفوا هنايا كيفاش طاروا وتنحوا وحدهم. اقول لك باغ اكزومبل هذه مازالت باقيه فيها، دوك نضربها جوست بالشيته تعاود تروح لي كامل. ها شو هنا ما ننصحكمش تستعملوا الحبل نتاع الماعن هدايا، باسكو راح ينحي هذيك لا ماتيير الكحله هذه اللي كتشوفوا فيها هذه راح ينحيها كامل، راح يقشرها لكم باطل. الوغ من هذا الحبل هذا ما تستعملوهش. وكونسيرنون هاد لا ريزيستانس ديالها انا قلبتها من بعد جوست هكذا كميه قليله من الايزيس تاع الماعن وبيان الجل تاع الماعن تاعنا العادي، راح جوست هكذا بلا بروس. تشوفوا الكميه قداش جوست بلا بروس راح هكذا نجوز على كامل الحواف نتاع الريزيستانس بلا ما نتلمس الريزيستانس، يعني ما نقيسهاش الريزيستانس. جوست هذوك الحواف اللي يكون فيهم هدايا ليدام، يكون مطرش عليه بيان هكذا قايسهم ليدام. ومن بعد جوست بهاد البونج هدايا راح هكذا نجوز عليها حاجه خفيفه. شوفوا كي كامل تطير مجوانه وتطير كامل منها هكذا، ما راحش نأدي الفريتاس تاعي وراح تبقى معايا مده طويله. شوفوا كيفاش ميم في لي كوتي ديالها في كلش راكم تشوفوا كيفاش جوست نجوز عليها جوست بهدايا بالبونج هذه. شو كامل منها هنا ثاني هكذا بلا بغوص هكذا نضربها ضربه خفيفه بلا بغوص راح يهبط لي كامل. شو هنا ثاني
بعد ما عاود قلبتها شو هنايا تانيك تراكم لي هنايا الرواسب تاع الدهون. الوغ واش ندير جوست ها غير بلا بروس حاجه خفيفه، ميم هذيك لا بروس حنينه خلاص. شو من بعد بالبونج راح نجوز عليها، حتى ولو كانت باقي فيها حبيبات عاود بلا بروس عاود بالبونج. هذا ما كان ني شيفون ني غيان دو تو. فوالا هكذا راكم تشوفوا كيفاش ها او ميم طون راح شو ما كامل ما استعملتش الرغاوي، ما استعملتش لي برودوي اللي يكونوا يأدوا لي لا ماشين يأدوا لي الفريتوز ديالي، هادو كامل ما استعملتهمش وراح تتنظف لكم بطريقه رائعه. شوفوا شتو حتى ولا بقات لك شويه جوست بلا بروس تعاود ترجع تهبل هكذا تمسحيها فقط بلا بروس وخلاص. والفريتوز يعني وين نوضع هنايا لي فريت وين نوضع البرودوي ديالي تاني جوزت عليه جوست بالهكذا كتشوفوا جوزت عليه برك بهذيك البونجا نشفته مليح مليح وشوفوا كيفاش يرجع يولول. شو كيفاش ما كانش ريحه ليدام ما بقاتش خلاص، واحتفظت على يعني استحفظت على لا ماتيير تاعها. شوفوا هاد باسكو هاد اللي كتشوفوا فيها هاد الصبيغه هذه الكحله طير كامل تتنحى لو كان تستعملوا برودوي يعني يكون مجهد يكون هكذا كما ديكابور كيما جوست بالبون. شوفوا كيفاش ما كاش اثر نتاع ليدام. فهدايا كيف شو انا حاولت اني نقربها لكم نوضحها هكذا في الضوء هكذا باش تشوفوا كامل التخاص نتاع ليدام باللي ما كايناش خلاص. فوالا راكم تشوفوا كيفاش حبيت هكذا نفيدكم. توجور ديروا ريغلاج تاعها 10 مينوت على 120 دوغري هكذا راح تبقى لكم. حطوا الكميه تاع الماء كما حطيتها انايا والبرودوي قسم معلقه فقط مالغري تاعي كبيره قسم معلقه فقط هكذا تحافظوا على الفريتاس تاعكم تقعد لكم مده طويله ان شاء الله. يا ربي نكون فدتكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.